فيلمنا بيبدأ مع شاب اسمه داني وهو بيتمشى في شوارع لندن، وأثناء ما هو بيتمشى راح لجنب الحيطة علشان يعمل بيبي زي الناس، وفجأة طبت عليه الشرطة وكانوا عاوزينه يدفعوه تمن غلطته لأنه ممنوع أي حد يطرطر في الشارع. وفي اللحظة دي داني هرب منهم وبدأت الشرطة في مطاردته، وداني داخل بسرعة لمحل سمك وبدأ يتظاهر وكأنه عايز يشتري منها سمك. ووقتها بنشوف بنت اسمها ليلى واللي شافته ان هو بيكون باين عليه انه مش خير، ولما سألته انت بخير ولا لا قال لها ان هو بخير. ولحظة ما داني كان لسه هيمشي شاف الشرطي واقف بره وموجود بره محل السمك، وهنا بدأ يتظاهر بانه مريض فعلا، وده خلى ليلى وزوجها اللي اسمه بوبي ياخدوه معاهم لمنزلهم عشان يهتموا بيه. وهم قاعدين بيتعشوا بدأوا يسألوا داني هو بيعيش فين، وهو قال لهم ان هو ما عندوش عيلة وان مامته ماتت وهو صغير. فليلى قالت لزوجها بوبي اديله فرصة وخليه يشتغل معانا، وبيوافق بوبي ساعتها. وفي اللحظة دي بيقبل داني ان هو يشتغل مع بوبي. وفي نفس الليلة كان داني بينظف مائدة الطعام وبوبي كان بيقرا الجريدة. وهنا ليلى كانت في الحمام زي عادتها بتاخد شاور وكانت بتغني، ولما اخدت الشاور راحت تطمن على داني، وساعتها جه جوزها وقال لها انه هيروح ينام، فقالت له انها هتقعد تسمع فيلمها المفضل مع داني. وبعدها اخدت ليلى داني وراحوا هما الاتنين غرفة التلفزيون وشغلت التلفزيون وبدأوا يتفرجوا هما الاتنين على الفيلم. وتاني يوم أخد بوبي داني معاه الشغل، وبدأ بوبي يعلم داني ازاي يمسك السمكة وازاي ينضفها من جوه، وداني كان بيشوفه علشان يتعلم. وفي الليلة دي كان بوبي نايم، ووقتها كان داني بياخد شاور، ولما خلص لقى ليلى في غرفته ومستنياه، وقالت له خد ده لبس بوبي وهو مش هيلبسه دلوقتي، وقالت له أتمنى لك ليلة سعيدة، وسابته ومشيت. وفي تاني يوم بوبي وداني كانوا بيمارسوا الرياضة بعد الشغل، وفي يوم من الأيام رجع داني للبيت بدري ووقتها شاف ليلى في الحمام وهي بتستحمى. وفي نفس الليلة دي جه اتنين حرامية علشان يسرقوا بضاعة بوبي، ووقتها شافهم داني وراح ليهم، وهنا بدأ في خناقة معاهم. وبوبي لما شافه بيتخانق جري عليه وبدأ يضرب معاه لحد ما الحرامية قدروا انهم يهربوا بالعربية. وفي نفس الليلة كانت ليلى كالعادة بتسمع الموسيقى وهي بتاخد شاورها، ولما خرجت ليلى من الحمام لقت داني في المطبخ، وهنا راحت له وقالت له انت ليه صاحي لحد دلوقتي وما نمتش؟ فقال لها انه مش قادر ينام وحاسس بالحزن. فهي سألته وانت حزين ليه؟ قال لها ان هو بيحبها، وكمان كل ما بيشوفها في الحمام بيحس انه عاوز يعني يعمل العسل بالقشطة. وساعتها ليلى كانت مصدومة جدا، ووقتها قربت ليلى من داني وحضنها جامد ساعتها وعمل العسل بالقشطة. وفي تاني يوم الصبح جوز الست هانم كان بيفطر وبعدها راح لشغله، وبعدها بدأ داني يرجع البيت بدري لأنه حب العسل بالقشطة مع ليلى. وبعدها بنشوف بوبي وهو بيتفرج على المباراة وكان مندمج جدا معاها قدام التلفزيون. وفي اللحظة دي كان داني بقى مع ليلى في المطبخ، وفي الوقت ده جه ابن ليلى من السفر علشان يزور مامته ليلى اللي ما زارتوش من ساعة ما هو اتجوز. ووقتها دخل ابن ليلى وزوجته للبيت، ولحظتها كانت ليلى بتعمل كالعادة العسل بالقشطة مع داني، وهنا ابنها كان بينده عليها. وفي اللحظة دي خرجت ليلى من غرفة داني بسرعة وقالت لهم انها مفاجأة حلوة جدا ليها، وبدأت تحضنهم وتبوس فيهم. وقال لها ابنها انه كان مفتقدها جدا وكمان مفتقد غرفته القديمة. وراح ابنها للغرفة، ولما دخل هناك لقى داني قدامه وسأله انت مين وبتعمل ايه هنا؟ فقالت له ليلى ان ده داني وهو شغال معايا انا وابوك بوبي. ولحظتها بدأ ابن ليلى ينظر له نظرات غريبة، ووقتها جه بوبي ابوه، ولحظتها استغل داني الفرصة واخد ملابس ليلى الداخلية في البرنيطة بتاعته علشان محدش يعرف الحقيقة. وفي اليوم ده اخدت العيلة اجازة، وكان داني بيتكلم مع ابن ليلى وكانوا مستمتعين جدا بالاجازة على مركب في وسط البحر. وفي الليلة دي بوبي كان نايم، لكن ليلى كانت ساعتها بتعمل العسل بالقشطة مع داني، والهانم مش عندها اي وقت تضيعه، شغالة ومفيش رحمة، لا رحمة نفسها ولا رحمة داني معاها. وفي الليلة دي كان بوبي نايم وصحي من النوم وراح للحمام، ولحظتها كانوا هما الاتنين داني وليلى في الحمام وكانوا مستخبيين منه، والمغفل جوزها اللي اسمه بوبي ما شافهمش وكان دهول خالص، وراح تاني لغرفته وكمل نومه. وفي تاني يوم كان داني في الشغل مع بوبي، وهنا بقى بوبي بعت معاه شوية سمك لزوجة ابنه، وراح داني بالعجلة، ولما وصل رن الجرس وسألته مين بيرن، وهو قال لها أنا داني،
وبعتني بوبي علشان جايبلك شوية سمك. وهنا فتحت له الباب وقالت له ادخل حطه في التلاجة علشان انا مشغولة مع ابني الصغير. وبعدها راح لها داني وقال لها عايزة اي مساعدة تاني، فقالت له خلي بالك من الولد الصغير وانا هشوف السمك. وبعد ما خلصت رجعت لداني ولقت داني كان بيلعب مع الطفل وهو بيستحمى، وكانت هي مبسوطة جدا ان هو بيلعب مع ابنها. وفجأة رجع جوزها ولقى داني هناك، فقالت له زوجته ان ابوك بعته علشان يجيب لنا السمك. ووقتها داني قال لهم اعتقد ان اتأخرت ولازم ارجع للشغل. وفي نفس الليلة كان داني نايم لوحده، وليلى كانت مستنية بوبي ينام علشان تروح عند داني. وفعلا وهي خارجة صحي بوبي وسألها انتي رايحة فين، فهي قالت له انا هفتح الشباك لان الجو حر، ورجعت تاني نامت جنبه. وفي الاجازة الاسبوعية كانوا كلهم مع بعض، وبوبي شغل الموسيقى وفضل يرقص مع ليلى وهم كانوا بياكلوا. وقال لهم بوبي انه عنده مفاجأة ليهم، وقال لهم انه اشترى 3 دساكر للسفر، واحدة ليه والتانية لزوجته والتالتة لداني. ولحظتها كان داني مبسوط جدا. وهنا بنلاحظ ان ليلى في حد بيلعب برجليه عليها، وكان بيلعب لها وهي اعتقدت طبعا انه داني، لكن لما قام داني اكتشفت انها مش رجله لكن كانت رجل ابنها. ولحظتها كانت غضبانة جدا وضربته بالقلم. وهنا ابنها عارف بانها على علاقة مع داني. وفي الليلة دي كانت هي حزينة جدا وندمانة، وراحت لداني وقالت له ان ابنها عارف بكل حاجة. وتاني يوم بوبي بعت داني البيت ابنه علشان ياخد لهم السمك، ولما وصل داني لقى زوجة ابن بوبي واقفة عند الباب وهي حزينة. ولحظتها قالت له تعالى نتمشى، وهما بيتمشوا وعرف ان زوجها ضربها، وقالت له هو افتكر اني عملت معاك علاقة لما لقاك معايا في البيت في اليوم اللي جبت لنا فيه السمك. وبدأ داني ساعتها يهديها وقال لها انها تمشي من بيت جوزها احسن. ووقتها كان جوزها بيبكي وحزين جدا. واتصل بوبي بابوه وبلغه انه اكتشف ان ليلى امه بتخونه مع داني. ولحظتها كان بوبي مصدوم وحزين جدا وفكر ان هو يخلص عليهم. وهنا بدأ يتخانق مع داني، لكن فجأة مات بوبي بسكتة قلبية. وفي نفس الليلة كان داني حاسس بالندم وبيبكي على الراجل اللي ائتمنه على بيته وعلى اللي هو عمله مع بوبي لانه كان بيعتبره صديق. وبعدها داني كان بيتمشى في الشوارع وهو حزين جدا. ووقتها جاله ابن ليلى وقال له هو انت سعيد دلوقتي بموت ابويا؟ وكمان بسببك خلتني امشي مراتي من البيت واطلقها. ولما كان داني ماشي جاله ابن ليلى من وراه وخلص عليه بالسكينة. ووقتها داني مات وخلصنا من قرفه. وبكده بيكون فيلمنا خلص.